اتفضلي يا استاذه، دي كوبايه القهوه التالتة ليكي. شكرا. انت مالك انت تالت قهوة ولا 20 قهوة؟ وانت اللي هتحاسب؟ مالي بتحاسب من جيبها؟ انت مالك انت؟ انا ممكن بس اسالك سؤال رخم شويه؟ انت يعني انت يعني عامل بوفيه وكمان بتسأل الزباين؟ انت هتسأل على الحاجات الشخصية. يلا يا جدعان نكمل فيديو يا جدعان. يا بنتي، مش دي مالك اللي معانا في الجامعه؟ تلاقيها جايه تشتغل عمليه نظافه ولا حاجه. عاملة نظافة يا بنت؟ انت البت قاعدة كانت بتشرب قهوة عشان رايحة شغلها، ده انت اللي شكلك عاملة نظافة. كنت جايه تعملي انترفيو في الشركه هنا؟ لا، دي تلاقيها جايه تراضي الراجل الغلبان اللي واقف هنا. اصلا انا عارفاها بتعمل خير من زمان. هو انتوا بتتريقوا عليها ليه؟ ما تشوفوا على نفسكم الاول. محبش انا البنات اقسم بالله السذجة دي. ايه يا جدعان ده؟ يلا نكمل فيديو يا جدعان نشوف ايه اخرتهم ايه يا جدعان دول. بس الحمد لله انا ال4 سنين اللي قعدتهم في الجامعه اتخرجت بتقدير عالي، انما كل واحده فيهم اتخرجت بمقبول. عشان كده بيتريقوا عليكي وغيرانين منك، عشان هما طالعين مقبول وانت طالع جيد جدا يعني. ده انتوا بنات مش سالكة. يلا نكمل يا جدعان. بقى اللي انت واقفه معاه ده وعماله تحكي له على مواهبك الخارقه في الجامعه، ده عامل بوفيه. يا بنات انتوا بتتريقوا على الواد ليه؟ حرام عليكم يعني، عشان شغال عامل بوفيه ما يمكن احسن منكم يعني. مش لازم يعني يكون ايه المنظر والكلام ده. ده انتوا بنات اقسم بالله فوت تضربوا بالشبشب اقسم بالله. اللي اعرفه في الشركه دي انها فيهاش واسطه ولا محسوبيه، فازاي بقى انتوا كنتوا جايبين مقبول في الجامعه واشتغلتوا فيها؟ اكيد عملوا شغل والكلام ده وهق ومق والكلام ده، وقعدوا يهقوا ومقوا عشان ايه؟ يتقبلوا. يلا يا جدعان نكمل يا جدعان. زيك عامل بوفيه يكلمنا احنا كده؟ اجري يلا اعمل لنا كوبايتين قهوه. ده انت بنت اقسم بالله كل شويه عمال تتريق على الواد الغلبان، كل شويه عمال تتريق على الواد الغلبان. حرام عليكي. مش انا عامل بوفيه وانت ما بابي ومامي هم اللي بيصرفوا عليكي يا حاجه انت كمان. يلا نكمل يا جدعان. انا ما اعرفش اي حاجه في البيع والشراء، انا ممكن اخرب لك الدنيا. لا يا استاذه، مش عايزك ولا تبيعي ولا تشتري حاجه، انا عايزك بس تخلي بالك بدل معايير يروح. والله العظيم انت بنت حلال اللي انت قعدتي مكانه اول ما امه ايه تيجي والكلام ده. يلا نكمل يا جدعان نشوف امه فيها ايه. كوبايه القهوه عندك بكام؟ كوبايه القهوه ب70 جنيه. 70 جنيه؟ يا بنت انت اول ما تبيع وتشتري قهوه في الشارع ونصبه في الشارع ب70 جنيه؟ يلا نكمل يا جدعان. البنت دي هتعمل ايه؟ طب ايه ب 70 جنيه؟ ما في اي حته ب 20 جنيه. لا طبعا مش عايزينها. لا مش كوبايه القهوه لوحدها طبعا ب70 جنيه. احنا عاملين عرض كوبايه القهوه مع 7 حاجات هتاخدهم من هنا تختارهم على ذوقك ب70 جنيه. دماغك شغاله اقسم بالله العظيم. ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ يعني كوبايه قهوه ومعاهم 7 عروض؟ ده الناس هتشتري هوا ب70 جنيه؟ يا لهوي يا جدعان. حلو قوي العرض ده، بحيث كده بقى هاتلنا كوبايه. عملت كوبايه القهوه ب7 بسكوتات من هنا ب70 جنيه، وعملت عليهم عرض مجانا طبعا. بقول لك ايه يا استاذه، نعم. انت مش محتاجه تطلعي الانترفيو، انت كده كده مقبوله. نعم. يا جدعان اللي شايفينه ده الواد ده شكله هو صاحب الشركة. وهنا خلص الفيديو وانتظار الجزء التاني ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتراك وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.